والآن مع البرنامج مع باسم يوسف. واو. أنا الأول عايز أبتدي البرنامج بإعلان تأييدي التام والمطلق للدستور والرئيس محمد مرسي. إعلان يعني تأييد كامل، هو مش كامل، أو 55%، يعني 55% بأيده، يعني في 45% استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب مش بيحبوا الدين ولا الإسلام، بس إن شاء الله على مراحل كلهم هيأيدوا الرئيس مرسي، بس نلاقي حد يشرف على المراحل اللي جاية. قبل ما الفنانة أصالة أنا عادة بيجي لي جلابيع أول مرة واحد مهم يجي لي. هلو، أنا من أكتر المعجبين بحضرتك، أنا حافظ كل أغانيكي يعني اكتر اغنيه بحبها قلبي طياره، لا سنه انا ثقافتي الغنائيه وقفت عند لولاكي، معلش انا اسف. انت جايه لي؟ اوه احنا عايزين نعمل مع بعض حلقه راس السنه. يس ها اوه I'm so happy. المهم النهارده انا عايز اتكلم عن مجال الاعلام. الحقيقه مجال الاعلام فيه تحديات كتيره، مثلا عندك تحديات قضائيه، يعني كل حلقه بتعملها ممكن تاخدك للشهره او تاخدك لابو زعبل. هم الحقيقه قالوا لي ان اترفع عليا قضايا كتير، في قضيه منهم من الفنانه غادة ابراهيم. انا ما اعرفش مين الفنانه غادة ابراهيم، بس مش كده. يا كل بس الحقيقه في تحديات بتجيلي اقوى بكتير، تحديات تخص اسلوب حياتي، تحديات اكثر عمقا. باسم هذا لا يجيد ان يستنجي اذا دخل دوره المياه. عندك دليل؟ ايوه طبعا عندي ادله كثيره. انا ادعوه على الهواء لان يقرا الفاتحه، ان قراها صحيحه انا ساعتزل الدعوه. اولا بالنسبه للفتح هفوت الموضوع ده لان احنا ما يخلصناش نبطلك الدعوه. اما موضوع ان انت متاكد ان انا ما بعرفش استنجي وبالادله، يبقى حاجه من الاثنين، يا حضرتك مكشوف عنك الحجاب يا اما انا مكشوف عني البنطلون. اوه حضرتك مش عارفه يعني ايه استنجي؟ مش عارفه؟ بصي هقول، انا هشرح لك. بصي دي لما بنخش التواليت دي حاجه بنعمل، بصي دي حاجه بنعملها قبل ما نقفل السوسته يعني. على ذكر السوسته، في سكريبت كنا مأجلينه من الاسبوع اللي فات. على ذكر السوسته، يعني انا متهيألي ان ده وقته. صديقنا يا واد يا مؤمن AKA الشيخ خالد عبد الله، على فكره AKA يعني also known as DK مش 7 لو انتوا بس عايزين تبصوا في حاجه ثانيه. المهم الشيخ خالد عبد الله الحقيقه جاب سيرتي الاسبوع اللي فات. عاده الشيخ خالد عبد الله يعني ما بيهتمش بيا، ما بيجيبش سيرتي، انا ما باجيش على دماغه. هو كمان عنده حاجات تانية اهم مني بكتير يتكلم عنها. افكركم بهذا الرجل الهمام
عم باسم سوسته، عشان ما يجيش باسم يوسف يقول لك البيان في ازدراء الاديان وده مستحيل. باسم سوسته معانا الناشط السياسي من السويد، مش تامر من بنها، ها؟ عشان باسم يوسف. باسم سوسته امثال باسم يوسف. هسألك سؤال يا سوسته. طب يا عم سوسته، باسم يوسف يطلع يقول طبعا مش هتتكلموا عن السعوديه عشان السعوديه على قلبكم زي العسل. باسم سوسته، هل يا باسم سوسته ياه، للدرجه دي بتفكر فيا؟ للدرجه دي انا على بالك؟ ثانيه واحده، ايه سوسته دي؟ واحد يقول لي يستنجي والتاني سوسته، ايه جو النص التحتاني ده؟ انا بطلع حاجات عجيبه من الناس دي، انا ما كنتش اعرف ان فيها كميه الاثاره دي. انا كنت اسمع ان مجال الاعلام فيه تحرش وان فيه بنات ودباديب هتترمى عليا، بس مش كده. على العموم انا مش زعلان من الشيخ خالد، يعني ده تمامه، كلمه هنا كلمه هناك، يعني كلمه هنا كلمه هناك، يعني حاجات ولا تودي ولا تجيب. الصوره موجوده يا جماعه مش كده؟ طبعا سوسته واقف مع مين؟ ده مع موريس صادق، كبير اقباط المهجر وصاحب الفتنه اللي بتحصل بين المسلمين والمسيحيين في مصر. شيخ خالد، انا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده والله، قلت ان انا ما اتصورتش معاه بمزاجي وهو بيشوهني وبيشتمني كل يوم، قلت الكلام ده في التويتات والله، بس في ناس بتلزق تهم لاي حد وخلاص. طب لو انت مش مصدقني، انا عندي ليك واحد انت بتثق فيه وهو صدقني قبل كده. موريس صادق اللي عمال يشتم في باسم يوسف كل يوم بيشتم في باسم يوسف، وبعض الناس قال لك اصل باسم يوسف متصور معاه، والراجل طلع قال يا جماعه مش متصور معاه، ده حته انسان قذر. باسم يوسف قال الكلام ده في التويتات، لكن اهو احنا عايزين نلزق تهم في اي حد وخلاص. يا ريت يا شيخ خالد لو عايز توضيح يا شيخ خالد تبقى تسأل الشيخ خالد عن موضوع الصورة دي، والشيخ خالد يقول لك يا شيخ خالد. بس الحقيقة بعيدا عن الاتهامات الشخصية دي، الشيخ خالد كان عنده بعض التحفظات عن البرنامج، مش هو بس، ناس تانية كتير. راجل بلاتشو بينفذ تعليمات، جاب شوية مخنثين وشوية شواذ مدفوعين الأرض، مأجر لك شوية عيال من وسط البلد عشان يقولوا هق ومق. يا متأجرين يا مزيفين، جبنا ناس معفنين. عرتونا ونلبسكم وننضفكم وبعدين فاتحيننا في كل حته ما عدا حضرتك طبعا. هم كلهم بس لا. طب يعني مش مكفياكم الفلوس والوجبات؟ قولوا احنا اسفين يا شيخ خالد، هنحاول نستنضف، وكمان احنا ما عندناش جمهور اساسا، والاثبات كده معنا من بين الجمهور معنا خالد هل تسمعني؟ خالد تسمعني؟ خالد. نعم باسم اني اسمعك. ايوه خالد. نعم أيوة. باسم انت بتصعب يا خالد، انت معايا في نفس المسرح، كمل. سيبني اشتغل شويه يا باسم. اتفضل. ودلوقتي عندنا عينه عشوائيه جدا، عينه عشوائيه من المخنثين والشواذ. دورنا يعني. ازاي حضرتك؟ حضرتك مبسوط من البرنامج؟ ما حضرتك ايه الساندوتش ده؟ مين اداهولك؟ بره قالوا لي في سندوتشات هتدخل جوه. باسم عندنا عينه عشوائيه تانية من المخنثين. حضرتك مبسوط من الشو النهارده؟ قوي قوي قوي، يعني مش عارف اقول لك ايه الصراحه. طب حضرتك قابض ايه يا عم؟ عيب كده، عيب الكلام ده. في 20 جنيه ناقصه بس لو طب بعدين وضحك المره اللي فاتت بس. لا هنظبطك ما تقلقش. باسم زي ما انت شايف جمهور طبيعي جدا. باك تو يو يا باسم. شكرا خالد. ثانيه واحده، مش ده شادي؟ غريبة جدا، احنا عادة بندفع للشادي بالغيارات مش بالفلوس. لكن مش هي دي المشكلة.
مشكله الشيخ خالد معانا اكبر من كده، المشكله في حاجات تانية اهم في البرنامج نفسه. لو انت راجل اعمل حلقه عن القساوسه واتريق عليهم، وجيب البرادعي سيدك واتريق عليه، خلاص، وجيب حمدين صباحي واحد خمنه واتريق عليه، وتفطس على روحك من الضحك وتريل وتنزل تطلع لنا كتكوت وبيضه واسترجل واشرب بريل واطلع كده في الاستوديو بتاعك يا عم سوسته وقول الكلام ده. كتكوت وبيضه ورياله يا زنقتني. الحقيقه انا عمري ما شربت بريل. عندك حق، انا عمري ما جبت سيره الناس دي قبل كده. علشان دايما في طلب على سلعة الفتنة الطائفية لازم يتفتح البكابورت ده كل شوية. مش مننا ويرحل عننا. ايه شغل الحضانة ده؟ يعني مبدئيا انا جاي اغير كل حاجة عشان انا حاصل على جايزة نوبل في التغيير. المرشح الرابع باسم صباحي، رمز السشوار. اهم حاجة عندي ان احنا نستعيد ايام الزعيم الاولمبي الراحل. ما بلاش المرشح السابع باسم موسى، رمز الماضي. لم أكن أبدا جزء من النظام الأولمبي القديم، بالعكس، ابسولوتلي أنا كنت من أشد المعارضين. فعلا عمري ما اتكلمت عليهم قبل كده خالص خالص خالص. كده ما فاضلش الا الكتكوت والبيضه. اما الرياله دي بقى فسبتها لحد تاني. بس انا برضو فاكر ان انا السنه اللي فاتت اتكلمت على الاسلام السياسي في 5 حلقات من اكتر من 100 حلقه، 5 حلقات بس. لما كان الكلام عن عكاشه والمجلس العسكري والفلول وعمرو مصطفى كان ساعتها السخريه لطيفه وحلوه ساعتها، بس في وجود الاسلاميين في السلطه والبرلمان والشارع ما يصحش نجيب سيرتهم دلوقتي عشان السخريه دلوقتي بقت حرام. انا عندي اقتراح، خلي البرادعي رئيس وحمدين رئيس وزراء والأقباط أغلبية في الحكم، وحياتك مش هفوت عليهم حلقة. المشكلة الوحيدة بس إن حمدين مش هيقدر يبقى رئيس وزراء بس هو. لكن إيه المانع إن أنا أحاول؟ الحقيقة إحنا لمينا الفريق بتاعنا وقلنا لازم نتعلم منك إزاي نهاجم الناس دي. يلا يا شيخ خالد اتفضل. فاكرين لما قلت لكم ان في واحده بعتلي بتقول لي هنتخب حمدين صباحي عشان شكله امور؟ حمدين صباحي كان عنده استعداد يلتقي مع الشيطان الاعظم احيانا في مقابل انه يكون له مكان في كرسي الرئاسه. ده البرادعي مواقفه مخزيه، انا ما اعرفش بيعتبروه قيمه من انهي داهيه. المغيبين اللي هم بيعبدوا العجل المقدس عندهم اللي هو البرادعي، كل ما يتمطع ويتكرع ينزل لنا غثاء من بطنه على التويتر. ده انت كارثه من الكوارث، ده احنا ابتلينا بيك. طبعا عم تشكشك شغال اليومين دول طبيب نسا، كل تويتر تلاقي لك ايه؟ اجهاض. ايه يا عم؟ واو. انا والفريق بتاعنا بعد ما شفنا ده قررنا ان مستوانا مش ممكن يوصل لكده الا لو كان في تطور اكبر في الاسلوب، الا اذا كان في خلطه من المؤامرات ما يقدرش عليها الا خالد عبد الله نفسه. واحد يقول لي ان حمدين صباحي الرجل الذي قيل انه مول من ايران في حمله الانتخابات، والرجل الذي قيل انه يتعامل مع كتائب مسيحيه في مصر بالاتفاق مع ناس في لبنان بقياده سمير جعجع. مش ممكن فظيع. بقى ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا لهوي؟ مش قلت لكم مستوى احنا ما نقدرش نوصل له؟ عالمي الراجل ده، عالمي يا جماعه. احنا مش ممكن نعلي على الكلام ده. عشان كده انا بعلن من هنا ان انا خصصت التحدي مع الشيخ خالد عبد الله وجميع القنوات الدينيه. انتوا بتاخدوا مستوى الهجوم لمستوى يصعب على امثالي فهمه. انتوا مش محتاجيني، انتوا قايمين بالواجب وزياده. انتوا بتشتغلوا على الناس دي 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. سيبوا لي انا الساعه بتاعتي في الاسبوع اتسلى عليكم انا شويه. وكمان دي لسه 5 حلقة، احنا لسه قاعدين مع بعض. على فكرة خدتوا بالكم من نظام قيل كذا وواحد قال لي وسمعت من واحد ثقة؟ بالمناسبة دي خدوا عندكم شوية إشاعات. قيل إن خالد عبد الله بيقلب بالليل فامباير. واحد مصدر ثقة حكى لي عن العلاقة الوطيدة بين خالد عبد الله وبابا نويل. أنا سمعت إنه كان بيمثل في مسلسل حريم السلطان بس للأسف ما خدش دور السلطان. عشان كده يا جماعه انا ههدي بقيه الفقره ديت للشيخ خالد عبد الله. الراجل ده يا جماعه احنا فاهمينه غلط. مثلا
ناس بتفتري عليه وبتقول عليه ان هو بيكفر الناس. الكلام ده غلط. هو دايما بيقول انه عمره ما كفر حد. انت بتخرج الناس احيانا من المله. اقسم بالله لو اتى لي انسان بتصريح او فيديو انا كفرت حد على شاشه قناه الناس، اقسم بالله لا اترك الاعلام. دين ربنا في انهي شرع اللي ما عندكوش دين؟ كلهم يشتركون في عداوه التيار الاسلامي، بل دعوني اقول لكم والله بدون هزار في عداوه الاسلام. والله العظيم يا اخي الواحد فعلا بيقعد يستغرب على امثال هؤلاء، يعني معادي قح لشرع الله. فظيع فظيع فظيع، مش ممكن. بالظبط. هو عمره ما هيقول لك انت كافر، بس هيقول عليك شويه حاجات لو حطيتها مع بعض تقول ان انت كافر. ما تفهمنيش غلط، هو مش بيكفرك. كونك ان انت ما تعرفش دينك، ما عندكش دين، معادي للشريعه، معادي للدين، ما تخليكش كافر خالص. حاجه تانية، الشيخ خالد بيتفهم غلط ان هو بيحرض على الفتنه الطائفيه. الكلام ده غلط خالص. حتى هو دايما بيأكد انه عمره ما حرض على فتنه طائفيه. إن وجدتم في برنامجي أي تحريض على مسيحي، الكنيسة جزء من اللي بيحصل، أو أي طلب إيذاء لمسيحي، نزول مسيحيين، شوفوا عايزين يشعلوا البلد إزاي، أو أي كلام عن إشعال فتنة طائفية، بلطجة بعض القساوسة وهم يقودون المتطرفين من المسيحيين في مخطط لتقسيم مصر. لم يعد هناك لا وطنية ولا خوف على المصالح ولا حاجة خالص. إنما النهاردة يتحرك الأقباط من شبرا فاردين عضلاتهم وقال لك المسلمين دول مش رجاله في مصر، واي كلام عن اشعال فتنه طائفيه انا مستعد اتحاكم. واحنا ما نرضاش ان انت تتحاكم. طبعا الكلام ده ما فيهوش فتنه طائفيه ولا تحريض ولا توليع في البلد ولا نوع من انواع التسويق خالص. ما انا لو مسلم وسمعت ان الاقباط بيقولوا انتوا مش رجاله ولا تفرق معانا خالص. النقطة الثانية بقى اللي أنا عايز أوضحها للشيخ خالد هي مهنيته وصدقه، وخصوصا في نقل الأخبار والحقائق، مش زي الناس التانية المضللة اللي بتفبرك الأخبار. الصحفي ده ما بيخافش لما يجي يكتب أي حاجة يلفق فيها إن ربنا سبحانه وتعالى يبعت له ملك الموت يقطم رقبته ويموت على سوء خاتمة، يقعد يقول لك أعمل إيه؟ يألف خبر أو يروح يجيبه خبر لقيط زي الأخبار اللي بتيجي من على التويتر والفيسبوك. إنما الآن من صفحتها الاسم بالكامل ريم ماجد ألفريد، تخرجت من كلية الإعلام سنة 95 وفور تخرجها عملت بقناة النيل الدولية النايل تي في. أنا عايز أعرف هو سايب ريم ماجد ويسري فوده في قناته ليه؟ الناس هو لو عملوا استطلاع هي ريم ماجد ألفريد. شوف يا اخي الناس اللي بتخش على فيسبوك وتجيب اي كلام من الفيسبوك، يا اخي عندك حق والله يا شيخ خالد، دي ناس مريضه وكذابه وان شاء الله ملك الموت هيقطم رقبتهم. مش زي خالص يا شيخ خالد، ربنا يطول لنا في عمرك وفي رقبتك. بالمناسبه دي انا حابب يعني تكمله للاشاعات، احب ان انا اشير معاكم الصفحه الجديده للاعلامي الرائع خالد جرجس عبد الله. تخرج خالد جرجس عبد الله من مدرسه الميديديو سنه 95 وحصل على دكتوراه في اللاهوت الفلسفي وقضى معظم شبابه في دير الانبا بيشوي. ما بنجيبش حاجه من عندنا، هو كله من الفيسبوك. وفي النهايه نحب ان احنا كلنا نشيد بدور الشيخ خالد في فتح الاعلام المغرض، الاعلام اللي كان متواطئ مع النظام السابق. هو الحقيقه كان عنده تسميات معينه للاعلام ده. اعلام أقل ما يوصف بأنه إعلام داعر فاجر. تلاقي الإعلام بتاع المارينز، إعلام بني علمان، إعلام قوم لوط، ده الإعلام المضلل الذي يزيف وعي الناس، الذي كان يسبح بحمد النظام ويستفيد من هذا النظام. حتى في أيام النظام البائد عمل إيه لمصر؟ غير شوية مهاترات وشتيمة من فوق ومن تحت الترابيزة، الله أعلم كان إيه اللي بيحصل. يعني كل الإعلاميين يا أخي أنا ما قلت لكم راضعين من الشيطان، ما تستغربوش. أيوة راضعين من الشيطان الناس دي. بيرضعوا من الشيطان. بالنسبه لصدر الشيطان ده لبن جحيم كامل النسب. ممكن يكون بلادي ميري، مش عارف. انا اول مره اعرف ان الشيطان من الثدييات الحقيقه. ده شيطان عشر. ايوه طبعا الاعلام الفاسد طبعا احنا كلنا عارفين كان بيطبطب على مبارك وابنه جمال
ما كانش بيعارضه، اللي كان بيقول هل ترشيح جمال مبارك يستاهل كل ده، اللي كان بيبعد نفسه عن مظاهرات حركة كفاية و6 ابريل وبتقول انها بتولع الدنيا وبتولع البلد وبتكسر البلد، اللي كان بيقول هو رئيس مبارك يعني مسؤول عن كل مشكلة في البلد. فرق كبير ما بين الإعلام المنافق والإعلامي المناضل شيخ خالد عبد الله. هل فعلا مطلوب سعادة النايب من السيد الرئيس حسني مبارك ان كل مشكلة موجودة في مصر لازم يتدخل شخصيا عشان تعديل الاوضاع؟ يعني واحنا بنعيش في عصر محدش يقدر ينكر ان في تعبيرات عن الحرية وصلت الى اسقف ما كانتش موجودة قبل كده. هل ان يترشح السيد جمال مبارك او غيره ده في شيء من العيب؟ الاستاذ جمال مبارك اعلنها صراحة في خبر من حوالي يمكن اسبوع او حاجة انه العدالة لابد ان تأخذ مجراها بحكم انه هو امين لجنة السياسات ومتعايش مع هذا الامر. ابن الرئيس بيطرح اسمه للنزول كمواطن له حق في مسألة ترشح نفسه للرئاسة. يستاهل التوتر اللي بنشوفه والمظاهرات والمناهضات وما شابه ذلك؟ الامن المصري بجلالة قدره جاب لنا بلطجيه يضربونا في الشارع. طب هل ما بتفكرش تعملوا الكلام ده في حاجه زي الهايد بارك يعني متسع فاضي؟ ما حرضناش على حد ولا عمرنا امرنا بمظاهرات ولا عمرنا ساعدنا على الناس وقلنا اخرجوا ولعوا الدنيا وكسروا الشوارع واحرقوا البلد زي كتير من الحركات السياسيه اللي حضرتك تعرفها كويس هي اللي بتثير هذا الكلام. المناضل خالد عبد الله. شكرا. لا يعني مناضل الحقيقه انت مش انت قبل الثوره خالص، ما كنتش لاقي بديل ساعتها، صح؟ انتوا عارفين في كلمه بنوصف بيها اللي يتهم الناس بحاجات فيه، هو اللي يمشي مع الزيطه، اللي يحتمي في الاغلبيه وكل يوم بكلمه. ايه هي الكلمه دي؟ اقول لكم مشوها سوسته. انا قبل ما نختم الفقره ديت انا عايز بس اقول حاجه، يعني عشان بس نقفل على العك ده خالص. انا هتكلم جد شويه فاستحملوني، معلش هو بجد شويه، معلش حتى ده دمها تقيل. اي برنامج ساخر في الدنيا مش محتاج يبرر او يشرح هو بيعمل ايه وليه، لكن عشان احنا في مصر حساسين زياده عن اللزوم هنضطر نعمل كده ونتكلم جد شويه، وان شاء الله ما نقفلكمش من البرنامج. للاسف في ناس فاكره ان هم ماسكين صكوك الجنه ومفاتيح الاخره في ايديهم، وبيعتبروا ان اي هجوم عليهم هو هجوم على الدين. ما تستغربوش بقى لو انتوا شفتوا الناس اللي هي المفروض ان هم متدينين بيشتموا ويبلطجوا في الكلام. طبعا في تجاوزات من الناس كلها واحنا اولهم، بس السؤال ازاي الناس القدوه دي اللي بتقول انها بتاعت ربنا تقول كده، تشتم كده، تكذب كده، تبلطج علينا كده؟ الاجابه في الفيديو اللي جاي ده. يجي الناس تقول لك ايه، صح برضو الشيوخ اللي بيعلموا الناس الاخلاق، ما هو يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقلنا 100 مرة عندنا في السيرة ما يجعلنا نرى ونسمع ونقرأ عن تعامل المنافقين بشيء من الغلظة، وأحيانا بألفاظ يعني قوية جدا، أقوى بكتير من اللي بيتقال ده. وهو ده أصل المشكلة، تفسيرهم هم وفهمهم للدين. هم بيبصوا لينا مش كمسلمين أو مسيحيين، لا، ككفار منافقين أعداء دين وأعداء ربنا. عشان كده احنا نستحق الشتيمه والتهزيء، ولو وصلت للضرب والتعذيب ويمكن بعد كده لا قدر الله للقتل. كل ده حلال فينا، احنا نستحق كده. وده تلخيص كل اللي بيحصل اللي بتشوفوه، احنا بالنسبه لهم نستاهل اكتر من كده. عشان كده اللي يقول لي انت تتعدى على الشيوخ والعلماء، اقول له المعادله بسيطه جدا، زي ما انتم معتبريننا مش مسلمين، انتم بالنسبه لنا ولا شيوخ ولا علماء. انا مش على راسي بطحه عشان كل شويه احتاج ان انا اقول ان في علماء وشيوخ وسلفيين كويسين، او ان ديننا دين كويس. طب ما انا عارف، كلنا عارفين. انا ما عنديش عقده النقص اللي تخليني اكد كل شويه ان الاسلام كويس، الاسلام كويس. انا مش محتاج امسك طوب ابيض واقول ده لونه ابيض، ده لونه ابيض. طب ما الناس كلها عارفه وشايفه انه لونه ابيض، بس للاسف بنعمل مجهود عشان تشيل منه الوساخه. طبعا بالنسبه لهم احنا الوساخه مش جديده. ليه معظم حلقاتنا على تيار معين؟
ودي اخر مره هتكلم فيها، لان هو اللي مع السلطه، هو اللي سيطر على كتابه الدستور وكان معاه اغلبيه البرلمان. كل ده وكمان مش عايزين نجيب سيرتهم. ليه ما بتجيبش التيار المعارض الثاني؟ بسيطه، مش انتوا بتقولوا ما لهمش وزن؟ هتلاقوا وزن التيار المعارض في البرنامج زي ما بتقول عليه في الشارع بالظبط. السنه اللي فاتت السخريه ما كانتش حرام لانها كانت بتيجي على مزاجكم. دلوقتي بس بقت حرام عشان سيادتكم هي اللي بتيجي. ولو على حياديه يا سيدي انا مش حيادي، انا بقول رايي، انا حر. قال يعني الحياديه مقطعه الدنيا في برامجكم وقنواتكم. النظام السابق كان بيقول انتم ضد الوطن، دلوقتي بيقولوا انتم ضد الشريعه. ما عادش حد بياكل من الكلام ده خالص. فبلاش اللعب على عواطف الناس وتقولوا على اللي يعارضكم او يكشفكم ان هو ضد الدين، او تغطوا على فشلكم بان المعارضين ضدكم يبقوا ضد الاسلام. الاسلام اوسع وارحب واحسن من انتم تتصدروا باسمه. الدين اللي بتصدره لنا ده احنا ما نعرفوش خالص. وكانت هذه ايها الساده الفقره الجد اللي في البرنامج. نراكم بعد الفاصل. اهلا بكم مرة اخرى في البرنامج. من ساعة ما ابتدي اصل احنا في البريك احنا كنا عمالين نتكلم مع بعض وتعرفنا على بعض اكتر. الحقيقة يعني كان في اسرار فظيعة طلعت، حاجات مش عايز اتكلم عنها. المهم من ساعة ما ابتدينا الموسم الثاني واحنا تعمقنا في مواضيع شائكة وحساسة، على سبيل المثال وليس الحصر تخطيط الاحداث، الشؤون الداخلية للبلاد، وأخيرا المقاومة الشعبية الهاند ميد. بس النهارده احنا عايزين نتكلم عن حاجة مختلفة بصراحة. يعني نسيبنا بقى من الكلام الناشف ده، يعني كلام على السياسة. أنا النهارده عايز أتكلم على حاجة طرية. لا مش حرفيا، مش بالظبط كده، مش لازم. بصراحة يا جماعة احنا شعب رهيف حساس، بنحب الصعبانيات. يعني ده حتى الثورة اللي احنا عملناها كانت ثورة كلها أحاسيس. حاسين ان احنا اتحررنا، حاسين احساس عمر اول مرة في تاريخ الشباب المصري يبقى فيه رئيس سابق. الثورة لها رومانسية خاصة، احساس كأنك بتحب لأول مرة، كأنك بتلمس واحدة لأول مرة. تلمس واحدة؟ مش ده تحرش برضه يا كابتن؟ جرايه ديبو وعامل لي فيلم على التحرش وجوائز وفرنسا 5 6 7 8. ايه يا عم؟ معلش انا برضو مقدر المشاعر الجياشه اللي كانت موجوده ساعتها. ما علينا، احنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، اهم من الميه والهواء، اهم من العيش والحريه. احنا النهارده هنتكلم عن الحب. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب مالينا غير، والله مالينا. احنا مشكلتنا اوكي ميرسي خلاص. احنا مشكلتنا ان احنا مش بنحب بعض. بالحب هنحل كل مشاكلنا. حتى الرئيس نفسه، الرئيس اكد على كده كذا مره. سنحاربهم بالحب، سنغسل الحقد والحسد بالحب، سنجمع شتات هذه الأمة بالحب. مش ده الله يخرب بيوتكم، مش ده. أنا قلت الرئيس اللي بيمشي البلد. فلم يعد هناك سلطان لي على أحد إلا سلطان الحب. سلطان الحب يا دي النيلة يا جدعان يا جماعة. الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية. بكل الحب والمودة أقول في ظل حبنا لبعضنا البعض وبالحب ومن كل قلبي بحب من أصحاب المخابز
رغيف حبنا مخبوز بخميرة حبنا ومية حبنا. الحب راح، الحب راح، ما فاضلش غير القسوة والعتاب. الغي الاستفتاء يا دكتور مرسي، الغي الاستفتاء واتقي ربنا فينا. انا اديت دكتور مرسي صوتي، يا رب كنت شلت دراعي، يا رب كانت عربيه خبطتني وانا رايحه، يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما كنت انتخب الدكتور مرسي. انا عايزه اقول لدكتور مرسي يتقي الله فينا. طلعني 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 يا جماعه، استهدوا بالله، مش هحطط البلادعي معاك ليه؟ يهون عليكم ال6 شهور؟ ده احنا لسه بينا عشره، بينا ذكريات، ولسه في بينا دستور لسه. هو الموضوع ماله قلب على محكمة الأسرة كده. يا سيدي، الأمر ليس بالدساتير، والعلاقة الزوجية لا تحكمها القسيمة ولا القائمة، الأمر بالممارسة الفعلية. بالممارسة الفعلية معلوم برضو. والراجل الصراحة ما قصرش، نازل فينا ممارسة ديمقراطية، ممارسة ديمقراطية كل يوم كل يوم. يعني نازل فينا ممارسة لغاية لما جبنا آخرنا. بس الحقيقة الناس فاكرة إن الرئيس ما بقاش يحبنا. لا 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 يا جماعة، الناس فاكرة إن الرئيس ما بقاش يحبنا، الناس فاكرة إن الرئيس خلنا وخلي بينا. الناس دي، طب الناس ديت نغير رأيهم إزاي؟ نقول لهم إيه؟ تقول لها بالطريقة المصرية المعتادة: يا حبيبتي، لازم يا حبيبتي دي تبقى الت عليها تشديد. يا حبيبتي شوفي انت ايه اللي انت مقصرة فيه. شفتي؟ احنا اللي مقصرين، احنا اللي مقصرين يا حبيبتي، احنا اللي مقصرين. طب ثانية واحدة، احنا مقصرين في ايه بالظبط؟ ديمقراطية ومارسنا له، دستور وطبخنا له، نهضة ولبسنا له، نعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ انا تعبت معاه يا اختي. بس يمكن مشكلتنا ان احنا ما جربناش نحب بعض. يعني مثلا لما تلاقي واحد جاي يجري عليك بسيف او مولوتوف، تجري عليه وتحضنه تحبه. لما تروح مستودع الانابيب تقول للراجل: انا بحبك حب البوتاجاز الانبوبه، ما تجيب انبوبه من بقك بقى. جربت تروح مصلحه حكوميه تسال مدام بوسيهان ورقي هيخلص امتى؟ تقول لك: دان يا حياتي. يعني اروح مصلحه واعمل مصلحه. نحب بعض، نحب الرئيس، نصلح مع بعض اللي اتكسر، ونبقى معاه في رحله بحثه عن الحب. لا أريد من الدكتور محمد مرسي أن يبحث عن الحب. ايه الكآبة دي؟ مش عايز الرئيس يدور على الحب ليه؟ فيها ايه لما الرئيس ياخدنا في حضنه ويطبطب علينا؟ أنا مش عايز أحبه، أنا عايز أحترمه، أنا عايز أشيل همه، أنا مش عايزه يطبطب عليا، رغم إنه في البداية كويس حلو. في البداية حلو؟ ايه القفلة دي؟ طب قولي حضرتك، طيب قولي حضرتك ايه اللي يرضيك؟ أنا عايز واحد ياخدني في الحتة اللي أنا مش عايز أروحها. حضرتك مش عايز تروح فين بالظبط؟ بصوا هقول لكم حاجه، اصل في ناس بتحب المقطم، ناس بتحب الدائري. يعني لو ليكوا في البلد في مصنع كراسي يعني. وبعدين يعني ما تروح لوحدك، يعني مش لازم حد ياخدك هناك، ده كده يبقى غصب. لكن أقول لازم القوة بتاعته تبقى طاغية وتبقى ظاهرة. ايه جو الفتش ده؟ لا كده كتير يا جماعه، احنا متأكدين ان الرئيس بيحبنا، هو قال ان هو بيحبنا. لا يغرنكم حلم الحليم، اننا يمكن بالقانون وبالقانون وحده ان نردع، ولكنني وبكل الحب افضل على ذلك وقبل ذلك
الحب والألفة. اهو كان ممكن يحط علينا، بس هو اختار ان هو يحبنا. كان ممكن الحليم وكان عارفين لو ما كانش بيحبنا كان ممكن يحصل ايه؟ انا عايز واحد ياخدني في الحته اللي انا مش عايز اروحها. مش قلت لكم احنا عايزينه يحبنا بس مش قوي كده. وكمان احنا عارفين ان هو كده كده الحب جاي، مش كده بس. امتى يا ريس؟ أقول للجميع، لكل الأحباب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، أنا بحبكم كلكم والله. إيه جو التمانينات ده؟ والله إحنا كمان بنحبك يا ريس. والله الشعب كله بيحبك. أنا بصدق قوي لما حد بيقول لي أنا بحبك. وأنا كمان والله بصدق. ده عشان كده إحنا شعب طيب قوي يا ريس، وبنصدق أي حاجة، وأنت واحد مننا صح؟ بس يا ترى يا ريس أنت كمان بتحبنا؟ وأنا بحبكم. عايز أقول لكم الحب ده عنوان المرحلة. يلا نحب بعض كلنا عشان نقدر نعمل نهضة كبيرة لمصر. مرحلة نعمل نهضة؟ يا لهوي، يعني احنا حبنا طلع زي النهضة؟ ملوش وجود. رد علينا يا ريس، امتى هنحس بالحب؟ نتحمل مع بعضنا البعض بعض الوقت وليس كل الوقت، وإن شاء الله في العام القادم خلال سنتين من الآن احنا عايزين على الأقل 20 سنة. لسه هنصبر كل ده؟ أنا حاسس إن أنا مجروح، حاسس إن أنا اتغرر بيا. أنا دلوقتي بس عرفت الناس بتتكلم عنه، الناس اللي أمالها عليت ونزلت على مفيش. أنا كان بيجي لي رسايل وتليفونات كتير من ناس حاسة باللي أنا حاسس بيه دلوقتي. إيه؟ معانا حد على التليفون، ثانية واحدة. ألو؟ أيوه. مساء الخير يا باسم. مساء النور. اتعرف بيكي؟ انا جماهير. اسم جميل قوي. احكي لي يا جماهير، ايه مشكلتك؟ انا أيوة. لسه خارجه من علاقه استمرت 30 سنه. ياه، ده عمر. والله يا باسم. بعد كده اتعرفت على شخص جديد دخل حياتي، وبعد كده ابتدى يحصل تغيير، معاملته ليا اتغيرت. حاسه انه ما بقاش زي الاول، حاسه اني مجروحه. وانا كمان والله يا جماهير. شوف يا جماهير، احنا شكلنا في مركب واحد، مش هعرف افيدك. احنا محتاجين حد فاهم في الحب كويس، دكتور الرومانسيه، برنس السنس والجنس اللطيف. مستمعينا مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من انا والبرنامج يا هواك. هنتكلم النهارده عن الحب. كتير جدا مننا بيخش في علاقات عاطفيه، العلاقه تتقلب لخطوبه وبعدين تتقلب لجواز، وبعد الجواز بيبتدي يحصل تغيير. النهارده هنتكلم عن التغيير في الحب. معكم أسامة ومعانا اتصالات كتير. ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو، مساء الخير يا أسامة. مساء النور. أتعرف بيكي؟ أنا اسمي جماهير. أنا سعيدة جدا إني بكلم حضرتك، كنت محتاجة المكالمة دي من زمان. وأنا في خدمتك يا جماهير. اتفضلي أنا سامعك. شوف يا أسامة، أنا اتجوزت كده من قيمة 6 شهور كده. ده كان جواز عن حب؟ الصراحة كان عرس ديمقراطي. ديمقراطي. كملي. اصل انت مش واخد بالك، انا كان متقدم لي عريسين، كل واحد فيهم طيار. ما شاء الله ما شاء الله. حربي ولا مدني؟ والله بص، واحد كان طيار حربي والتاني طيار اسلامي. وبعدين يا جماهير ايه اللي حصل؟ ابدا عصرت على نفسي ليمونه وقلت اجرب الطيار الاسلامي، سمعت انه حلو. كملي يا جماهير. والله بص يا أسامة، إنسان متدين قوي يا أسامة، يعني ما بيسيبش فرض خالص. كنتش حاسة بتفاؤل غريب، وقلتش هو ده اللي هيملى عليا حياتي بالحب. واجهتني عقبات كتير، وكان دايما يقول لي هنحلها بالحب. وعنها بقى يا أسامة ابتدى يتغير واحدة واحدة، وابتدى يسافر كتير مع اخوانه ويسيبني لوحدي. وكل ما اسأله ليه بتسيبني يقول لي بجيب معونات، وبنعمل شركة وما شفت حاجة منه. وانا بعيد عنك
ازيك يا اسامه؟ تعبانه قوي وعندي اضرابات في كل حته في جسمي. بص يا اسامه بقى، وبعد كده كان نفسنا نجيب بنوته صغيره ونسميها نهضه. يلا يلا الحمد لله. طيب وليه ما حصلش نصيب؟ بلاش احراج يا اسامه، اصل كان في عجز. عجز؟ اسف. عجز؟ قصدي عجز في الموازنه عادي. بتحصل بأحسن عائلات. طيب وما حاولتوش تاني؟ والله جربنا نرفع الدعم ما نفعش يعني. اقول لك ايه، بستنى 100 يوم كمان وامري لله تفكي. مش عارفه يا اسامه، انت رايك ايه يا اسامه؟ انت عايزه تديله فرصه تانية ولا فقدتي الامل؟ مش عارفه اصله بيعمل حاجات غريبه قوي. تخيل يا اسامه، راح عمل لي اعلان دستوري عشان يشكمني. تخيل. يا للدرجه دي القسوه. طيب قولي لي يا جماهير، لسه بتحبيه؟ بص يا اسامه، في جزء مني بيحبه بس مش عارفه كام في المية. يعني على حسب اني استفتاء يعني. طيب وبابا كان ايه رأيه في الموضوع ده؟ بابا انت غاب شفيق. بص يا جماهير، بالنسبة لك الدنيا لا 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 شكرا ميرسي قوي أسامة. أنا هكمل من هنا. ميرسي أسامة، شكرا جدا. هشام شاذلي وخالد منصور. الموضوع بمنتهى البساطة يا جماهير. ما تبصيش الموضوع نظرة سياسية، بص لها من منظور رومانسي. الناس اللي بتتهم السلطة ان هم بيشتروا اصوات الناس غلط، دي هدايا فالنتاين. عشان كده احنا في الانتخابات الجاية مش هنديهم صوتنا، احنا هنحبهم بالظبط زي ما هم حبونا. حب، خلي الناس تحب، روح للناس يا حب. سيادة الرئيس، أذكر لك يبقى في قلبي محبة ملهاش سبب. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب. زي ما الرئيس قال عايز اخدكم في حضني طب يلا، ما حدش منعك. انا بحبكم كلكم والله. نبينا نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا في الحتة اللي انا مش عايز اروحها. والله مالينا غيره، والله مالينا غيره، والله مالينا غيره، والله مالينا غيره. لسه بعد كل ده عايزين حب تاني من رئيس مرسي؟ حصل خلاص. انا مش عايزه بقى دلوقتي يطبطب على الشعب المصري، انا عايزه دلوقتي يشد الشعب المصري. من ناحيه انه بيشد الشعب، الحمد لله حصل. نراكم بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج. ضيفنا النهارده فنان موهوب، مخرج، منتج وممثل. تميز في ادوار مهمه في افلام زي ديل السمكه، جنينه الاسماك، وصيد السلمون في اليمن. ايه موضوع السمك؟ افلامه ليه مليانه سمك. المهم، معنا الان المخرج والمنتج والممثل والنجم المحبوب على الهواء مباشره من اللوكيشن بتاع فيلمه الجديد. اخبارك ايه يا فنان؟ اتمنى ما نكونش عطلناك عن تصوير فيلمك. لا خالص،
انتوا مستبطوني في الوقت الصح. لا صدناك فعلا. انت فين؟ انت فين دلوقتي؟ انا في اللوكيشن بتاع فيلم جديد، غرقان في الشغل والله يا باسم. ايوه جو حر موت هنا، بنتقلي ونتشوي كل يوم. واضح طب البدله دي مش محرراك؟ لا اصل يعني متقمص الشخصيه زي ما بتقول كده، يعني ايه، بعوم في الدور. طب ممكن تخف البدله شويه عشان الحر؟ يعني ممكن تقلع البدله، ممكن بجد. ايوه يلا مع بعض ومعانا الفنان عمرو واكد. بتتعب انت عمرو جامد ها؟ نتعب جدا. طب ربنا يكون في عونك. طب بتعمل ايه في الفيلم الجديد؟ اخراج، انتاج، ولا بطوله بس؟ والله بصراحه انا المخرج والمنتج والمؤلف، وقلت بقى يعني اعمل مفاجاه كبيره واقوم بالبطوله كمان. طب ما شاء الله، ده انت مقطع السمكه وديلها. ها مش كده؟ عيب عليك يا ريس، انا اللي سايق المركب كلها. ده طب كلمنا شويه عن الفيلم. بص انا هقول لك شويه معلومات بس يعني ايه في السكرته كده، عشان انت عارف يا باسم الحيتان ليها ودان. الحيتان ليها ودان، واخد بالي. طب اوعدك ان ما حدش يعرف. شوف يا باسم، هو فيلم يعني رعب اجتماعي وثائقي. ما فيهوش مشاهد هل ما فيهوش مشاهد رومانسيه؟ هو الحقيقه في مشهدين صورناهم والبحر هايج. انا بقول لك رومانسيه مش اغراء. انت فهمتني غلط على فكره، انا بتكلم عن الموج. فهمت. اوكي. الفيلم بيتكلم عن الفيلم بيتكلم عن ايه يا عم؟ الفيلم بيتكلم عن ايه؟ الفيلم بيتكلم عن سمكه القرش اللي ارتكبت جرايم شرم الشيخ. صحيح. وازاي انها ضحيه النظام السابق اللي بظلمه وزفرته غير شخصيه السمكه المسالمه وخلاها مفترسه. ده غير استفزاز السواح ليها. ايه اللي وداهم هناك؟ بذمتك يا شيخ، في حد يلبس بدله غوص بكباسين؟ يا اخي عندك حق والله بجد. فعلا هم اللي جابوا نفسهم. طب عمرو قول لنا رسالتك ايه للجمهور من خلال الفيلم ده؟ ان احنا ما نبقاش زي سمكه القرش. وما ناكلش اي طعم بترميه لنا الانظمه الفاسده. وقبل ما نتهم اي حد بالعماله والخيانه نمشي ورا الخيط. ونشوف ايه اللي وصلهم كده، ونشوف البقره اخرها فين. نشوف البقره اخرها فين فعلا، عندك حق. طيب ايه اللي خلاك تتجه ثانيه واحده انا اسف، ايه اللي خلاك تتجه لانتاج الفيلم ده يا عمرو؟ والله كنت متعاقد مع شركه انتاج كده، يعني غير محترمين بالمره. طلعوا سرديني وخربوا سبيت امي. واضح. عشان المنتج كويس انت عارف بيعرف يحط التقله في الفيلم. ويستنى السنار لما ترمس. يا واد. واضح ان انت مندمج في الدور يا عمرو زياده عن اللزوم. طب سؤال اخير، كلمنا على الفيلم من وجهه نظرك كمخرج. شوف يا باسم، انا وانا صغير والدي قال لي نصيحه مهمه جدا. ابويا قال لي ارمي الشباك بك. وما تبيعش للشباك بك. امي قالت لي البحر ياكلك. شنجر بنج النو. انا عارف النصيحه دي. بالظبط كده. عشان كده ما يهمنيش الايرادات. انا كمخرج بعرف ارمي الشبكه فين وازاي وامتى. صح يا واد. طب بالتوفيق ان شاء الله. طب ينهار زي ما هو عايز. طب قول لنا بجد، يعني ما قلتلناش اسم الفيلم ايه؟ والله احنا لسه ما حددناش. احنا يعني حرانين ما بين اسمين. الاسم الاولاني هو عوم انت. والاسم الثاني بحور الظلام. ده جميل واضح. ودورك هيبقى ايه في الفيلم؟ انا هقوم بدور صلاح سمكه القرش. صلاح سمكه القرش، بس انت ما كنتش لابس بدله سمكه قرش يا عمرو. لا دي نيمو. ده لبس الشخصي. في حاجه تانية تحب تضيفها يا عمرو؟ باسم انت كده زياده قوي، انت بتصطاد في المايه العكره على فكره. معلش. طب نحب ان انت تشرفنا هنا في الاستوديو. دي عزومه مراكبيه ولا بجد يعني؟ لا بجد. خلاص هاجي بلبط معاك شويه. طب تعالى بلبط. نراكم بعد الفاصل مع الفنان عمرو واكد. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج. النهارده ضيفنا اللي لسه طالع من البحر الفنان عمرو واكد. قبل ما نبتدي
اللقاء معاه. احنا عندنا اعلان تريلر فيلمه الاخير الشتاء اللي فات او ذا وينتر اوف ديسكونتنت. مظبوط. فهنبتدي ان احنا نعرض الاعلان الاول وبعدين نرجع لعمرو. انزل اقف عندك ما تتحركش. هايل. يعني اللحظه دي في التمثيل كانت هايله يا عمرو. انا انت فضلت نص ساعه تتمرن على كده. لا انا عايزك تكلمنا عن الفيلم ده هوت. الفيلم ده هوت ده مش التريلر، ده التيزر بتاع الاعلان عشان تتيز يو ان انت تتفرج على الفيلم. ف قول لي لا احكي لنا على الفيلم. انا عايز تحكي لنا على الفيلم. احكي لنا على الفيلم. احكي لك على الفيلم. ايوه. هو بص الفيلم يعني فيلم تلقائي جدا. المخرج كلمنا في يوم وحكى لنا الحدوته في يوم وابتدينا تصوير في نفس اليوم. فهو فيلم اول مره في حياتي يعني اخش عمل بهذا الحجم بالتلقائيه دي. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. النهارده عيد الشرطه، انتم حماة الوطن. عايزين نطمن الناس من خلالكم يا فندم النهارده، وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل في البلد. لان الوضع على الارض النهارده بالاعداد اللي حصلت ما يخوفش وما يقلقش، والحل نقطع الاتصالات تماما. طيب بس الفيلم هل يعني دلوقتي الناس بتقول هو اي حد دلوقتي بقى يعمل فيلم عن الثوره، فيلم عن الثوره، هل انت شايف ان ده برضه فيلم يمثل ثوره ولا انت واخد زاويه الثوره من ناحيه مختلفه؟ لا هو بص يعني اللي عايز يعمل فيلم على اي حاجه من حقه يعمل. يعني مش فيش زمن معين بيحدد اذا كان ينفع اتكلم على حاجه ولا لا. في تاثير بحدث معين، في الهام، في موهبه، والكلام ده كله لو اجتمع في عمل هيبقى كويس مهما كانت الموضوع اللي بنتناقش فيه. يعني موضوع بتاع النهارده ولا بتاع يعني انا النهارده ما ينفعش اتكلم عن الثوره الا امتى مثلا؟ اما تعدي قد ايه؟ في يعني مش فاهم. طيب بس هل انت واخد الزاويه بتاعت الثوره من ناحيه مختلفه، من ناحيه انسانيه مثلا، من ناحيه؟ لا احنا بص احنا يعني ما عملناش فيلم عن الثوره قوي، احنا عملنا فيلم عن اسباب الثوره، عن اللي خلى الثوره تقوم. يعني عندنا زمنين في الفيلم. زمن في 2009 لما كان نظام حسني مبارك قوي جدا ومتعسف جدا وفي اقصى قوته يعني، وزمن في 2011 لما الثوره قامت لما كان النظام ده بينهار. القصة عن 3 شخصيات ومغطيين الموضوع من وجهة نظر إنسانية جدا في العلاقات ما بين الشخصيات دي في 2009 وعلاقاتهم في 2011. فهي العلاقات الإنسانية دي هي أساس الحدوتة، مش الحدث بتاع الثورة أو قمع النظام أو أي حاجة من الحاجات دي. هو زي ما تقول كده رد فعل طبيعي ومنطقي للإنسانية عن اللي حصل أيام حسني مبارك وأسباب الثورة اللي قامت. احنا خلاص كسبنا الحرب. مش هتسلم عليا؟ اوعى تكون فاهم ان اسرائيل هي عدوتك. بتعملوا فيا كده ليه؟ كل ده كان في اطار المشهد الحلو. الفيلم ده هو خد جوائز من انت اخذ جايزه خدتها؟ انا خدت جايزه احسن ممثل في دبي. مهرجان دبي مهرجان تقيل مش سهل. مهرجان مهم دلوقتي طبعا في العالم العربي، يكاد يكون اهم مهرجان النهارده. انت لما بتطلع بالفيلم ده بره ايه الاسئله اللي بيجي لك؟ ايه الانطباعات اللي بيجي لك لما بتسافر؟ يعني هو مش اسئله، هو طبعا يعني في رد فعل بيحصل في كل الاماكن. يعني عجبكم اللي عملتوه ده؟ شفتوا عملتوا ايه في البلد؟ كده بقى. فنخش بقى في نقاش ان دي مرحله كان لازم ناخدها ومواجهه لازم نقف قدامها وان احنا كشعب برضه علينا مسؤوليه تجاه اللي حصل ايام حسني مبارك، وان دي طريقه يعني ما ان احنا ندفع ثمن سكوتنا 30 سنه، ويا ريت ما نسكتش 30 سنه تانيين علشان
هنرجع ندفع نفس الثمن تاني. طب من فيلم الشتاء اللي فات، عمرو انت من الناس القليلين جدا اللي بتعمل افلام عالميه. انت طبعا جورج كلوني كان عنده الشرف ان هو يشاركك في واحد من الافلام، فيلم سريانا. Imagine 30% of America unable to heat their houses, or gasoline $20 a gallon at the pump. It's running out, and 90% of what's left is in the Middle East. This is a fight to the death. I think we've got something that utilizes your specific skill set. His money's in a lot of dark corners. I want you to take him from his hotel, drug him, put him in the front of a car, and run a truck into him at 50 miles an hour. It's good to have you back in town, Bob. You want to know what the business world thinks of you? We think 100 years ago you were living out here in tents in the desert, chopping each other's heads off, and that's exactly where you're going to be in another 100. So yes, on behalf of my firm, I accept your money. بس الفيلم ده كان الفته منيله بسن النيله. للاسف لا يعني ازاي انت على بال ما رحت وجالك الدور؟ لا ده انا حصل لي بلاوي في الفيلم ده. ازاي؟ بلاوي. يعني انا مثلا اول لما يعني قابلت الكاستنج دايركتور، المخرجه اللي بتنقي الممثلين، وبعد كده قالوا لي عايزينك في الفيلم، وانا طبعا ما قريتش الفيلم. فقلت لهم لازم اقرا الفيلم. وطبعا ما يعرفونيش، فقال لك لا مش هنبعت لك الفيلم. قلت لهم خلاص مش هعمل الدور. قالوا لي طب اوكي تعالى دبي اقرا الفيلم وقابل المخرج وقول هتشتغل ولا لا. قلت لهم ماشي. جابوا لي تذكره، رحت على المطار، لقيت السكه زحمه جدا، الطريق واقف خالص. اتاري اخو حسني مبارك كان عيان فراح المستشفى، وحسني مبارك راح يزوره، فما لحقتش الطياره. تمام. فكلمتهم قلت لهم معلش ما لحقتش الطياره. قالوا خلاص تاني يوم روح نفس الميعاد نفس الطياره. رحت تاني يوم لقيت السكه زحمه جدا برضو. اخو حسني مبارك مات وعزا. تمام. فما لحقتش الطياره. تمام. وتالت يوم رحت برضو، وبرضو زحمه موت، كانت حادثه بنت لذينه. واتاخرت موت. فقالوا لي بص بقى المخرج هيمشي النهارده من دبي، فانت روح المطار، يوم ما توصل المطار كلمنا. والله العظيم. فرحت المطار، وطبعا فاتتني الطياره برضو، وجابوا لي طياره تانية بقى. وقفت في قطر ورحت على دبي. قابلت المخرج ربع ساعه في المطار وهو خارج. تمام. سلم عليا واتكلمنا وبتاع. رحت على الاوتيل قريت الفيلم، لقيته فيلم جامد جدا ومهم. وكنت زعلان بصراحه ان فيلم زي ده يتعمل بتمويل امريكاني مش بتمويل عربي. الصدق ده في الطرح يعني. ايه اللي كان بيفرق الفيلم ده عن اي فيلم تاني اتعمل على المنطقه العربيه؟ عشان الناس مش عارفه، فيلم سريانا كان 2003 اتصور 2003 نزل 2005 بالظبط. ده كان بطولة جورج كلوني، وكان بيتكلم عن زاويه تانية خالص من الصراع الامريكي في المنطقه العربيه، بس وانت عملت فيه دور ارهابي. ولا حرج. اوكي تبغى شوي مكاشتا ولا كلمه، اخلص خالص. كيف فارسي هاتنا ميزري كيو كم ميزري. ليه انت قمت بالدور ده؟ هو بس لان مذهب الفيلم يعني الفكره اللي قائم عليها الفيلم ان الارهاب ده بيخدم مصالح امريكا، وان امريكا في اي فرصه بتجدها انها تدعم هذا الارهاب بتدعمه. وفي نفس الوقت كان حريص الفيلم انه يوري ان في شخصيه عربيه، الامير العربي اللي كان بيلعبه الكسندر صديق مثلا، وشخصيه كويسه وحكيمه وعادله وممكن تقوم بنهضه في المكان. وجابوا ممثل محبوب اللي هو الكسندر صديق يلعب الدور علشان هذه الشخصيه تتحب. وبعد كده قام جايب الحكومه الامريكيه بتقتله لانه في امل انه ينهض المنطقه. وزي ما تقول كده احولوا الحكم الى الامير اللي ممكن يرعى حكايه الارهاب دي ومصالح امريكا. يعني هم كانوا مولوا ان هم الامير المحبوب اللي بيقوم نهضه يروح بالظبط كده، والامير اللي بيرعى الارهاب يجيبوه بالظبط كده. بس انت قلت لي ان النهايه بتاعت الفيلم اتغيرت لسبب معين داخل امريكا نفسه. ده حقيقي فعلا. يعني انا لما كنت يعني السيناريو مكتوب، الجدع بتاع CIA بينجو في الاخر من الصاروخ اللي كان بيقتل بيه الكسندر صديق. او يعني الصاروخ بيضرب في الامير قبل ما يلحق الجدع بتاع CIA يروح ينقذه يعني.
بعد نتيجه انتخابات جورج دبليو بوش الثانيه، لما جورج دبليو بوش نجح، الكاتب قرر والمخرج هم نفس الشخص قرر ان هو يموت البطل بتاعه. فقلت له بتعمل كده؟ قال لي عشان الناس اللي هتختار جورج دبليو بوش مرتين يبقى مفيش ابطال فيهم، ما يستحقوش ان البطل بتاعهم ما يستحقوش ابطال في افلامهم. طب الكاتب الفيلم ده كان عميل CIA نفسه، هو اللي كتب اللي كاتب القصه مش السيناريو. السيناريست واخد القصه وله مشهد في الفيلم على فكره. له مشهد في الفيلم. مشهد ايه؟ هو الراجل بتاع CIA اللي بيحقق مع جورج كلوني. تمام. وكان مشهد بصراحه يعني غريب جدا ان هم قعدوا يوم بحاله بيصوروه. اشمعنى؟ والراجل اصلا يعني الراجل عميل CIA جاسوس يعني، المفروض يمثل عادي، بيتنكر وبيروح في اي حته بس توتر جدا وقعد يعرق ويتهته وطبعا هم مكسوفين يقولوا خلاص بعد اذنك يعني، فقعدوا بقى صابرين عليه لغايه لما خدوا منه المشهد. هو يعني مش عارف يأدي عمله والناس كلها عارفه ان هو بيكذب، فاهم قصدي؟ تمام. هو يعني المناخ الوحيد اللي يقدر يكذب فيه ان ما يبقاش عارف ان حد طلع صوت بيت ابوهم يعني. طلع صوت بيت ابوهم بالظبط. انت بتحصل لك كده؟ عمرك بتتوتر في الفيلم؟ طبعا قبل اي شوت يعني عادي يعني مش دي الطاقه اللي مش مع لا اي حد بيتهيألي لازم يعني، مش لما حد يبقى قدامك معين لا انا كنت متوتر جوه السمكه دلوقتي جدا. مفيش حد معين بتتوتر قدامه وانت بتمثل؟ لا في طبعا يعني انا يعني مثلا مراتي ما اقدرش امثل لو هي في اللوكيشن لازم تخرج. ما تعرفش تكذب قدامها؟ ما اعرفش، بتفضحني على طول. نتكلم عن ذكر ادائك لادوار العرب في فيلم تاني اللي هو صيد السلمون في اليمن، بما ان احنا بنتكلم في الاسماك. الفيلم ده كان مهم قوي وكان مختلف قوي وكان بيجيب العربي من ناحيه تانية. معلش احنا نشوف الاعلان بتاع فيلم سالمون فيشنج ان يمن. Dear Dr. Jones, I act on behalf of a client who has indicated a desire to introduce the sport of salmon fishing into the Yemen. As a fisheries specialist, this is plainly ridiculous. I mean, there's just no way that salmon can survive in those sort of environments. I thank you for your time, Mrs. Chetwood Talbot. I'll see myself out. Goodbye. الفيلم ده على فكرة مترشح في أحسن فيلم جولدن جلوب، وأحسن ممثل وممثلة إيوان ماجريجر وإيميلي بلانت. فجود لك، لأن أنت لما أنت بتبقى في فيلم أخدت جولدن جلوب ده حاجة. قول لهم بقى. بقى معلش طب ليه إيه الفيلم ده مختلف ليه عن الأفلام التانية اللي بتوازي صورة العرب؟ يعني النموذج اللي بيطرحوه فيه نوع من التغيير شوية عن النموذج اللي كان بيطرح قبل كده يعني. يعني انا بعد سريانا مثلا جالي حاجه بتاعت 15 ارهابي مثلا. والله العظيم. ومش فاهم يعني، انا عايش طول عمري بقول لهم كده، انا عايش طول عمري في الشرق الاوسط يا جماعه، وبسافر في بلاد الشرق الاوسط دي كلها، وعمري في حياتي ما قابلت ارهابي يعني فيس تو فيس. فيعني ايه المشكله؟ يعني ليه دايما لما تيجي تتكلم عن الشخصيه العربيه لازم تجيب واحد ارهابي؟ لقيت الفيلم ده بقى انبسطت جدا ان هم ابتدوا يعني يبصوا عليه كبني ادمين. حد يعني يصلح انه يبقى عنده حكمه، جايز يكون متعلم ومثقف، وممكن يعني اللي هو بني ادم عادي خالص يعني، سبحان الله، ممكن يبقى صديق ما يفكرش في نفسه في وشك وكده مثلا. بالظبط كده. I'm a great admirer of the British for many reasons, but still there are mysteries to me. The rich are frightened of the poor are frightened of the rich, and even your politicians, they try to sound like the people on the East Enders. A wonderful program, but still. Yes, the great British class system. Indeed. But fishermen, I have noticed, they don't care whether I'm brown or white, rich or poor, wearing robes or waders. All they care about is the fish, the river, and the game we play. For fishermen, the only virtues are patience, tolerance, and humility. I like this. رجوعا تاني لموضوع صورة العرب في السينما الأمريكية والدراما الأمريكية والغربية. أنت عملت دور في فيلم أو مسلسل يعني
كان في كلام اللي هو هاوس اوف صدام، بيت صدام، منزل صدام. منزل صدام. Iraq has become the nation we dreamed it would be. I would like to stress our president's strong desire for peace and stability in the Middle East. Look what you're left with. Men who are nothing but afraid of you. وانت قمت بدور وقال لك انت طلعت مع ممثل اللي عمل دور صدام اللي هو اسرائيلي وان انت اسأت العرب وازاي تعمل الدور ده. هو اول حاجه ليه عملت دور زي ده؟ ممكن الناس تقول لك انه بيسيء العرب. الثاني ايه مشكله ان انت تمثل مع الموضوع؟ بيسيء العرب دي معلش يعني ما فيهوش اي اساءه للعرب. وكان في حوالي يعني 12 جنسيه عربيه مشاركه في الفيلم ومنهم فلسطينيين واردنيين ومصريين وجزائريين وتوانسه ومغاربه يعني وسوريين ولبنانيين يعني فاهم؟ تمام. يعني الفريق العمل كان فيه جميع الجنسيات، كان في حاجه و30 جنسيه، 12 منهم عرب. فيعني وانا قريت السيناريو يعني مش شايف ان السيناريو ده بيطرح اي حاجه يعني تسيء للعرب. هو يعني علشان بيتكلم بصدق شويه يبقى بيسيء الينا. يعني انا شايف ان هو بالعكس انه نور لي حاجات. زي ايه يعني مثلا الخفايا بتاعت صدام حسين وزي ان هو غزا الكويت مثلا؟ يعني احنا كان مثلا بيتسوق لنا ان صدام حسين مثلا في حرب الكويت ده كان مجنون وعمل كده يعني صحي من النوم قال انا هاخد الكويت. في حين ان لا، كان في تاريخ قبل ما يقرر القرار ده له علاقه بالحدود والبترول اللي تحت الحدود وان الكويت ابتدت تسحب من البترول ده وكان في خلاف على ده. واعتقد الى يعني المسلسل بيقول ان امريكا الى حد ما شجعته ان هو ياخد حقه بايده يعني. وبعدين بعد لما غرقته سحبت نفسها من بالظبط كده. فيعني اعتقد لا، من ناحيه ان هو بيسيء للعرب، لا ما بيسيئش للعرب. ان كان بيسيء لحد بيسيء على السياسه الامريكيه الخارجيه اللي بيستعملوها في الشرق الاوسط. بالنسبه بقى للممثل اللي كان معايا، اولا انا ماليش اي سلطه ان انا احدد هويه الناس اللي هتشتغل معايا. ليا سلطه ان اقرا السيناريو ويعجبني واشوف الجهه المنتجه وهصور فين. فانا ماضي مع البي بي سي، السيناريو عجبني جدا ورحت اصوره في تونس. فيعني مش مطلوب مني اكتر من كده. اللي مطلوب مني بعد كده اذا كان هذا الشخص جه يدعم عمل انا موافق عليه، انه ما يغيرش السيناريو، انه ما يحولش المضمون بتاع العمل الى اي شكل يعني يدعم القضيه بتاعته هو. تمام. وفي حاله الصهاينه انا مش شايف ان، بالعكس انا شايف ان في المسلسل هجوم يعني مباشر على الصهيونيه والصهاينه واسرائيل وكل الكلام ده. فيعني مش شايف ازاي يبقى ده تضييع يعني. What? I can't go back. We shouldn't go back. We are going home. It has been decided. No. Yes. I don't want to die! Refuse to go back, brother, and you will die, because I will kill you! I will not be nothing! نرجع بقى لاهم حاجه انا عايز اتكلم معاك فيها النهارده، اللي الفيلم الاخير بتاعك الشتاء اللي فات، التمويل بتاع السينما. الفيلم ده هو تقريبا اتمول من جيوبكم كده. التليفونات والله. بالتليفونات. الفيلم ده كان تمويله صعب جدا، وفي دلوقتي مشكله جامده جدا في السينما، والناس بتقول لك تقريبا دلوقتي بتحط السينما في اهميه متاخره جدا مع وبتتنازل عن اهميتها اللي كانت موجوده قبل كده. انت عندك راي قوي جدا في اللي بيحصل في السينمات بتاعتنا والافلام بتاعتنا وصناعه السينما بتاعتنا. انا شايف المشكله في الفيلم. المشكله الاساسيه في الفيلم، يعني انت عندك كل عيد بنبعت SMS الشعب المصري اللي هم عيدين في السنه،
ويمكن الكريسماس معاهم يعني فاهم، اضرب بقى في كذا يعني كذا مره. بتدفع ما بين 400 مليون ل 600 مليون جنيه في الاس ام اس بتاع كل سنه وانت طيب. فحكايه ان السينما يعني ان احنا يعني معناش مثلا مش قادرين على ان احنا نشتري تذاكر السينما دي، بتهيألي اسطوره مش ليس لها اي جذور في الواقع يعني. اعتقد ان الناس يعني بتستفز من الفيلم العربي النهارده وبتحس ان بيتنصب عليها، وبالتالي يا اما بيشوفوه مضروب يا اما بيستنوه ما ينزل على التلفزيون، واحتمال كبير كمان لما بتنزل على التلفزيون ما بيتفرجوش عليه. في يوم من الايام السينما المصريه ايرادها كان بيناهض ايراد قناه السويس. ايه اللي حصل؟ وكان الشعب على فكره يعني اقل بكتير. ايه اللي حصل؟ ان جوده الفيلم المصري انحدرت، وان اي حد من المخرجين المحترمين النهارده لازم يقعد 4 أو 6 سنين عقبال لما يعمل فيلم، علشان ما حدش عايز يمول الافلام المحترمه. لان عندنا القائمين عليهم الصناعه قرروا ان احنا ما ناخدش اي مجازفات، وللاسف مش شايف ان عندهم الرؤيه السينمائيه اللي هتنجح الصناعه وتبني صناعه اقتصاديه جامده. انت حاسس ان صناعه الفيلم في مصر بتتسرق مننا، بتتسرق من مصر؟ انا حاسس ان احنا في تهديد، وفي التلفزيون كمان ابتدت اهي المسلسلات التركي، ويعني قريب جدا هتلاقي برضو مستثمرين من بره مصر داخلين يمسكوا السينمات ويمولوا افلام. ده حصل فعلا؟ ده ابتدى يحصل؟ المسلسلات التركي ابتدت. لا الناس تخش تشتري حاجات جوه. انا سمعت ان في مؤسسات تركيه عايز تشتري سينمات وتبتدي تخش صناعه السينما، وشايف ان ده لازم من مصر هنا. حريم السلطان هنشوفه السينما بالظبط كده. ده هايل، ده كويس، ده مش وحش خالص. انا شايف الدوله مثلا ليها دور مهم جدا انها تبتدي تفعل دورها، ان في اي سينما عالميه في العالم قويه بتلاقي الدوله ليها دور مهم. انت كنت قلت لي ان فيلم ذا ارتست اللي هو الابيض واسود اللي هو الصامت اتكلف 3 مليم، يعني نص مليون دولار. كام؟ 10 مليون دولار. 10 مليون دولار، وجاب حاجه زي جاب ارقام خرافيه. بس هو جاب ارقام خرافيه ليه؟ هو فيلم صامت ابيض واسود وفي سنه 2011 يعني ولا كان 2010 2011 ما حدش كان عايز يوزعه، وكل الناس اللي اتفرجت عليه قال لك ده فيلم مهرجانات ده، لغايه لما موزع اسمه هارفي واينستاين شاف الفيلم وقرر انه هيبقى فيلم تجاري. صرف عليه 20 مليون دولار والفيلم خد الاوسكارز وكسر الدنيا في كل انحاء العالم. فاللي الموزع بيقول عليه تجاري واللي بياخد فيه مخاطره ويستثمر في الدعايه بتاعته هو ده الفيلم اللي بيبقى تجاري في الاخر. تمام. عمرو، اللقاء ده لو هو طول شويه على التلفزيون هتشوفوه كله على الانترنت. وعمرو انت شرفتنا، وهندي لك بدله السمكه وانت ماشي. يا ريت. واحنا شاكرين جدا ليك، وكان لقاء هايل جدا، وان شاء الله نراكم في الحلقه القادمه من برنامج البرنامج. شكرا.